السلام عليكم، كنتمنى من الله تكونوا على خير وبخير وانتم كتشاهدوا هذا لا اليوم ان شاء الله يا ربي غادي نحضر معكم حلوه الخليط. حلوه كتجي رائعه هشيشه واقتصاديه واغلب المكونات موجودين في البيت. قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما تنسوش متابعه قناه حلويات الامهات فضلا وليس امرا. ندوزو على بركه الله من المقادير وطريقه التحضير، وكنقول لكم شكرا على الاشتراك في القناه. وبالنسبه للمقادير عندنا زلافه ديال الزيت، زلافه ديال السكر كلاصي، ضروري مسكر كلاصي في هذه الحلوه باش تنجح معكم، جوج اصفار البيض، خميره الحلويات من فئه 20 غرام، كاس ديال الجنجلان محمر في فران، كاس ديال اللوز محمر في فران، كاس ديال الكركاع محمر في فران. علاش حمرته في فران؟ باش يبقى لكم المذاق ديالهم كما هو، يعني باش ما يمشيلكمش المذاق ديالهم. نص كيلو ديال الزبده والدقيق حسب الخليط، مهم دقيق مخصص للحلويات، يعني دقيق ممتاز مخصص للحلويات. انا غنكتب لكم نصف هذه الكميه في صندوق الوصف الا بغيتو تعملوا غير نصف هذه الكميه اللي عملت انا. ونكهه ديال الفاني، ضروري من نكهه الفاني في هذه الحلوه، انا كنقول لكم يعني ضروري من نكهه الفاني في هذه الحلوه باش تجي مزيونه. ودابا ندوزو للطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نبدا بها هي الزبده. بالنسبه للزبده احسن نخلط الزبده شويه مع بعضياتها، غادي نضيف السكر، يعني حاولوا انكم تتخلطوها هي الاولى، عاد تضيفوا السكر. ومن بعد ما خلط الزبده مع بعضياتها غادي نضيف سكر كلاصي. واحد المعلومه بالنسبه للسكر كلاصي دغيا كيتخلط معنا، يعني ما كيجيناش صعيب انكم تخلطوه مع الزبده. غادي تضيفوا عبر دفعات ماشي بدقه واحده، يعني تضيفوا عبر دفعات وانتم كتخلطوا. من بعد ما خلط سكر كلاصي مع الزبده غادي نضيف جوج اصفار البيض وغادي نستمر في التخليط. بعد ذلك غادي نضيف الزيت ما غاديش نضيفوه في دقه واحده، غادي نضيفوه تدريجيا، يعني نضيفو شويه ونخلطو، نضيفو شويه ونخلطو حتى نضيفوه كامل. حنا كنخلطو. من بعد ما خلطت هاد المكونات مزيان مع بعضياتهم غادي نضيف خميره ديال الحلويات اللي شاركت معكم، وغادي نضيف ملعقه ونصف، ملعقه صغيره ونصف ديال نكهه الفانيلا اللي شاركت معكم. انا نسيت ما شاركتهاش مع المقادير حتى بديت كنخلط عاد تفكرتها. المهم انا كنركزكم عليها، ضروري من النكهه ديال الفانيلا. وغادي نضيف شويه ديال الدقيق قبل ما نضيف النواشف، يعني سنضيف شويه ديال الدقيق ونخلط مزيان. علاش ضفت شويه الدقيق؟ باش ملي نضيف الجنجلان ما يشربليش، يعني الجنجلان ما يفزكش دغيا. بالنسبه للجنجلان انا ضفت النصف ديال الكميه وضفت الكركاع ومن بعد وضفت النواه ومن بعد عاد ضفته وعاد كملته. يعني علاش ضفتو ما ضفتوش كامل؟ باش ما يشربكمش. حاولوا انكم لما تضيفوا في الاول باش ما يتفزكلكمش في الحلوه. بالنسبه للنواشف تقدروا تعملوا اي نواشف بغيتو، يمكن لكم تضيفوا بيستاج، يمكن لكم تضيفوا اكاجور، الزبيب، المهم اي حاجه متوفره يمكن لكم تضيفوها. انا كان عندي النواه والكركاع والجنجلان، عملت النواه والكركاع والجنجلان، نتوما يمكن لكم تضيفوا اي حاجه بغيتو. بالنسبه للدقيق، من بعد من الدقيق ما تضيفوش بزاف، ضيفوا شويه وخلطوا، يعني ما تضيفوش بزاف الكميه، ضيفوا غير شويه نتوما كتجمعوا العجينه. بالنسبه للعجينه خصها ضروري تبقى خفيفه الا بغيتوا هاد الحلوه تنجح معكم، يعني حاولوا انكم ما تثقلوش العجينه. غادي نستمروا كنخلطوا العجينه تنحصلوا على هذا القوام اللي حصلنا عليه في الاخر. بالنسبه للعجينه انا كنركزكم عليها، كنقول لكم ما خصهاش تكون قاصحه، ضروري من العجينه خصها تبقى خفيفه، يعني باش تجيكم الحلوه هشيشه. يعني دغيا نتهرس معكم الا قصحتوا العجينه راه ما تجيكمش الحلوه هشيشه، تجيكم الحلوه قاصحه. الا كانت العجينه خفيفه راه الحلوه تجي هشيشه وكتهرس معكم دغيا. المهم هذا هو القوام اللي خصكم تحصلوا عليه في الاخر، يعني الصراحه كتجي. وبالنسبه للنكهه الفانيلا كتعطيها واحد الرائحه روعه روعه ما شاء الله. وهنايا من بعد ما ساليت العجينه وضعتها في اناء من الزجاج، غادي نحتاج هنايا الدقيق باش نرشو على سطح العمل، غادي نحتاج مرشم، وغادي نحتاج الميزان. بالنسبه للميزان علاش استعملته انا، حتى هذه عندي كوموند، يعني ضروري خصني الحلوه تجي نفس العبار، ما تجينيش مثلا وحده كبيره وحده صغيره، يعني ضروري خص الحلوه تجي نفس العبار. حتى الا مثلا عملتها عشوائيا ما غاديش نجيب نفس العبار، ولكن بالميزان كامله غتجيني عبار واحد. بالنسبه لكل حبه شحال عملت فيها 28 غرام، كاين اللي عملت فيهم 27 غرام، يعني الحلوه كتجي كامله قد بعضياتها. مثلا اللي عملت 29 و 28 الحلوه كامله كتجي قد بعضياتها. انا شاركت معكم الطريقه ديال يعني كيفاش خدمت انا الكومون. ثم الا كنتو مثلا تعملوها نظار يمكن لكم ما تستعملوش الميزان، يعني ماشي ضروري، ولكن الا كانت مثلا كومون ضروري من الميزان باش تجيكم الحلوه كامله قد بعضياتها. كنتمنى ان هذه المعلومات اللي كنشارك معكم واحد المعلومات يعني ضروريين، اللي بغى مثلا يعمل شي مشروع ديالو راه ضروري من هذه المعلومات اللي كنشارك معكم. وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو ما تنساوش متابعه قناه حلويات الامهات وتخليوا لي واحد كومونتير وجيم فضلا وليس امرا. كنقول لكم شكرا للمشاهده.
ودابا غادي ندوزو للطريقه كيفاش انا رشمت الحلوى. بالنسبه لهذوك الجوج اللي نزلت كنت رشمت الاولى والثانيه، بغيت نختار غير الطريقه اللي بغيت نرشم بها، يعني واحده رشمتها غير من الجناب والوسط خليته، واخرى رشمتها كامله. ومن بعد فضلت انني نرشمها يعني كامله، جات احسن، جات مزيونه وعاطيه العين. المهم هذه هي الطريقه اللي رشمت بها الحلوى، كنتمنى انها تكون واضحه، وهي طريقه يعني سهله ومبسطه، وكنظن الكل يعني كيعرف يعملها، حيت واحد الحاجه اللي سهله ولكن اللي مثلا عمره جربها راه كنظن انها واضحه. انا حاولت نشارك معكم شي 4 الحبات يعني شاركتهم معكم. بالنسبه للطريقه اللي كنخدم بها انا هذه الحلوى، انا صراحه طريقتي في الخدمه يعني دائما ما كنبقاش مثلا كنخدم هنا بغيت نشارك معكم غير هذه الكميه، ولكن انا مثلا كنعدل 20 حبه، يعني 20 حبه كنوزنها ومن بعد كنقشها وننزلها في اللاطه كنكمل الباقي. يعني هذه هي طريقتي المعتاده في الخدمه، واللي كيتواجهوا الفيديو ديالي يعني عارفين الطريقه ديالي كيفاش كنخدم بها الحلوى وكيفاش كنخدم بها كومون. المهم كنتمنى ان الطريقه تكون باينه وواضحه، وانها طريقه النقشه كتبان لكم مزيان. مره وضعوا مرشم في الدقيق باش ما تبقاش الحلوى تلصق معكم، حيت بعض المرات كنكونوا كنقشوا الحلوى وكثر معنا العجينه، ولكن ما تخافوش منها حيت فيها بزاف د النواشف عليها كثر معنا. ضروري انكم تطبقوا جميع المعلومات اللي عطيتكم، يعني الا بغيتوا هاد الحلوى تنجح معكم ضروري تطبقوا جميع المعلومات اللي عطيتكم، حيت هي السر ديال النجاح د هاد الحلوى. الا بغيتوها تنجح معكم وتجي المذاق ديالها رائع وتجي هشيشه وكتهرس معكم دغيا، ضروري تطبقوا جميع المعلومات اللي عطيتكم، حيت واحد المعلومات الصراحه اللي ضروريين باش تنجح معكم هاد الحلوى. بالنسبه لهاد الطلبيه بشحال خرجت 150 الحبه، انا خدمتها الحبه يعني ماشي الكيلو، يعني درهم و50 توتال، يعني المجموع شحال كتخرجنا من الحبه؟ كتخرجنا 120 حبه. بالنسبه للكيلو كتخرجنا 2 كيلو ونص، يعني 2 كيلو ونص. الا بغيتو تبيعوها للكيلو كتبيعوها 60 درهم للكيلو. انا شاركت معكم حتى ثمن البيع ديالها للكيلو الحبه، انا كنقول لكم للكيلو 60 درهم للكيلو، الحبه 150 يعني درهم و50 للحبه. وهنا من بعد ما شاركت معكم الكميه الاولى فضلت انني نزيد نشارك معكم كميه اخرى. سرعت هنا الفيديو باش ما يجيش يعني فيديو طويل وتحسوا بالملل، وحاولت نسرع الفيديو هنا يعني دغيا حتى شاركت معكم هاد المعلومات هادو، وشاركت معكم الطريقه ديال النقش. حاولت انني نزيد نشارك معكم غير الطريقه ديال النقش ونقرب حدا الكاميرا، كنتمنى ان يكون داكشي كيبان لكم واضح، حيت حاولت انني نقرب حدا الكاميرا. كنتمنى ان الطريقه ديال النقش تكون كتبان لكم واضحه. ودابا غادي نخليكم مع طريقه النقش، كنتمنى انها تكون كتبان لكم واضحه، ونرجع لكم بعد ملي غادي نسالي الكميه كامله غادي نكمل معكم فيديو ان شاء الله يا ربي. وهنا من بعد ما ساليت الحلوى كامله بالنقش شاركت معكم كيفاش كتجي، يعني كيفاش الشكل ديالها النهائي. هنا باقا ما طيبتهاش، يعني باقا ما دخلتهاش الفران. بالنسبه ملي تدخلوها الفران ما تشعلوش العافيه يعني من فوق، شعلوا العافيه غير من تحت، وخليو العافيه تكون مهيله يعني ماشي مجهده بزاف باش ما تحرق لكمش الحلوى، يعني دغيا نخليوها تتشبر طياب شويه من تحت، لا تعلوا لها من فوقي. كتجي صراحه روعه كما كتشوفوا، يعني نقشه كتجي مزيونه كتجي متسوله بكل صراحه، يعني كتجي روعه. كنتمنى انكم تجربوها. هنا كنت باقا ما دخلتهاش الفران، غادي نشارك معكم بعد ما خرجتها من الفران كيفاش الشكل ديالها، يعني كيفاش تحمرت، يعني جات واحد اللون ذهبي، وهذا هو الشكل ديالها النهائي من بعد ما خرجتها من الفران كما كتشوفوا. بالنسبه للحبات كما كتشوفوا يعني علاش وزناهم في الميزان نفس العبر، هذا هو السبب كنقول لكم الا كانت كوموند يعني ضروري خاص الميزان باش تجي الحلوى كامله نفس العبر، ما تجينا شي وحده اكثر من وحده.
وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوى ديال الخليط. كنتمنى انكم تجربوها من بعد ما رشيت عليها السكر كلاصي، او لا يمكن لكم تلوها في سكر كلاصي فحال فحال، يعني ما كاينش شي فرق فحال رشيتو عليها السكر كلاصي فحال لويتوها في سكر كلاصي فحال فحال. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في الكومونتيرات. بكل صراحه كتجي رائعه رائعه، شيشه لواحد الدرجه ما تصوروش. المهم واحد الحلوى صراحه اقتصاديه ومزيونه وكتخرجنا واحد الكميه وفيره. كنتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا في الكومونتيرات. ودابا وصلنا الى نهايه الفيديو. كنقول لكم شكرا على المشاهده، ما تنساوش متابعه قناه حلويات الامهات باش يوصلكم كل جديد. كنقول لكم شكرا على المشاهده، ما تنساوش متابعه قناه حلويات الامهات باش يوصلكم كل جديد. ما تنساوش واحد لايك للفيديو وكومنتير، وكنعاود نقول لكم شكرا على المشاهده. الى فيديو قادم ان شاء الله.